بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حبايبي الغاليين عاملين ايه؟ يا رب اتمنى تكونوا بخير في احسن حال. جايين عند الفراخ البيضاء بتاعتنا النهارده اليوم 31. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يبارك يا رب. الفراخ البيضاء غليت دلوقتي والكتاكيت غليت، ويعني ايه الحمد لله، يعني ربنا ايه يسترها ويعدي الايام دي على خير. طبعا احنا كنا جايبينهم، ما كانوش رخاص برضو، كانوا عاملين 33. الحمد لله، يعني الدوره بتاعتنا ايه قربت تخلص اهيت. احنا طبعا ما بنذبحش على بعد ال 30، بنذبح ممكن 35 بعد ال 35 حسب يعني ايه الظروف اللي معانا وحسب وزن الفراخ معانا. في وزن مناسب انا ببقى عايزاه، عشان طبعا بطلع منهم بانيه، فلازم يبقى ايه محملين معايا صدور وكده. الفراخ دي يا جماعه رز، والرز ما بيحولش الا بعد 30 يوم. يعني ايه بعد 30 يوم؟ الواحد ايه ممكن لغايه 40 يوم كده الفرخ بيحول، عشان ناخد منه الوزن اللي احنا عايزينه ان شاء الله. يعني ممكن على 40 يوم هنذبح، يعني حسب ما احنا هنحتاج ان شاء الله. واحنا نتمنى يعني نخليهم ايه 40 حاجه و40، عشان يبقى الفرخ ملا معانا كويس يعني. والفرخ ده رز، هيبقى الصدر يعني لازم يقعد شويه عشان يحمل معانا. بس طبعا احنا الفراخ ديت احنا بنحاول ان احنا بنديها بدايل، عشان طبعا ناخد الطعم الحلو. احنا طبعا مش احنا طبعا متعودين على البلدي وبناكل البلدي. احنا ده الابيض احنا بنجيبه عشان طبعا الجيل اللي هو الشباب اللي هي الجيل الجديد ده بيحب الحاجات اللي هي الفراخ البيضة وكده، فاحنا بنجيب ده وبنجيب ده. بس ايه بنحاول ان احنا نخليهم زي الفراخ البلدي بالظبط، بالحاجات اللي احنا بنحطها لهم. احنا طبعا بنحط بدايل عشان ناخد منهم الاوزان اللي احنا عايزينها. بنأكل علف 20 يوم وبعد كده بندخل البدايل. بس ايه بندخل البدايل مع العلف، ما بندخلش البدايل لوحدها. طبعا هنصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. لو انت اول مره تشوفيني يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك منا كل جديد، واللايك عشان الفيديو طبعا يظهر في البحث والكل يشوفه ان شاء الله. طبعا هنصلي على الرسول افضل الصلاه والسلام. يا حبيبي يا رسول الله، الخلطه عباره عن النهارده عيش وعلف النص بالنص. احنا طبعا بالنهار بقى برضو في بدائل رخيصه جميله جدا اللي بجيبها. البطاطا جميله جدا. هما بصوا انا بقيتش احطها على العلف، انا كنت بحطها مع الخلطه واقلبها عادي بياكلوها. بس دلوقتي انا بديها لهم بالنهار. النهار بيبقى الجو حر، بيبقى الفرخ ملوش نفس للعلف، او العلف بيبقى حامي، فالبطاطا بتبقى سهل عليهم بياكلوا منها. بدل ان انا اجوعهم واسيبهم ساعه ولا ساعتين ولا 3، لا هم بينقوا في البطاطا دي. بعملها ببشرها كده واحطها لهم ياكلوها بالنار. بعد كده بحط لهم بقى الخلطه اللي هي عباره عن العلف والعيش. العلف والعيش جمال جدا مع الفول المدشوش ده اهو. الفول المدشوش جميل جدا يا جماعه، هو فيه قشر. انا طبعا بحطه كده على الخلطه، بيدينا نسبه بروتين عاليه، عشان طبعا ايه هيدينا كمان لحمه حلوه ويدينا طعم احلى. العلف مع العلف طبعا احنا حطينا العلف، حاطين عليه نص علف ونص عيش. اللهم صل على النبي. الفول المدشوش ده او الفول المدمس بيدينا نتيجه حلوه قوي في الوزن برضو، ونخليش الوزن يخف معانا. ان احنا طبعا بنقلل العلف وبنبقى حاطين عيش. العيش برضو يا جماعه والله بيسمن وجميل جدا. والبطاطا طول النهار انا بديهم بطاطا طول النهار. انا ممكن ياكلوا مني 2 كيلو 3 كيلو بطاطا في اليوم. ببشرها بس كده زي حاجه خضره كده بياكلوها، بتبقى مرطبه وبتبقى ان هو ما يجوعش، لان طبعا العلف حامي وبيشرب ميه وكده ممكن يجيب احتباس حراري. فانا بعمل البطاطا بس بسم الله ما شاء الله جميله يعني، وجايبه معانا اوزان يعني الحمد لله. يعني احنا طبعا ايه انا بيغلبوني في الوزن، لو كانوش بيغلبوني انا كنت وزنت لكم، لان الميزان بتاعي صغير وهما بيتعبوني قوي. فطبعا احنا هنحط الخلطه ونرجع تاني. احنا زي ما انتم شايفين كده احنا حطينا الخلطه. هما طبعا كانوا جعانين جريوا طبعا على الاكل. احنا لازم برضو نجوعهم شويه. يعني انا طول النهار بديهم البطاطا المبشوره، بس ايه باجي ايه اخر النهار بجوعهم شويه، عشان ايه يعني مش كتير، ممكن ساعه نص ساعه كده يعني، عشان لما احط الخلطه يروحوا عليها وياكلوا. وكمان ما تنسوش تحطوا عفوا البتاعه هتقع. فاحنا بنحط الخلطه دي عشان طبعا تدينا طعم حلو، لان طبعا احنا ما بنستناش لما يجوا مثلا قبل الذبيح
ندي لهم الخلطه دي اسبوع او 3 ايام او 4 ايام عشان ما يخسوش. فاحنا بندخلها بالتدريج، تضمني على ان انت الوزن اللي انت عايزاه يبقى الوزن معاكي حلو. فبسم الله ما شاء الله يعني اللهم بارك. الاوزان حلوه معانا مرضيه. واحنا طبعا في جدول احنا عاملينه بالنسبه لتحويل الفرخ في اليوم الخامس والعاشر والخمستاشر والعشرين. بتعرفي ان الفرخ كده ماشي معاكي سليم. الفرخ في الخمس ايام ممكن يجيب 100 110. في الاسبوع في العشر ايام من 250 ل 300، يعني 250 كده حلو. بعد كده بقى في ال20 يوم، في ال15 يوم بيجيب لك النص كيلو او ال16 او ال17. في ال20 بيجيب الكيلو، ال 900 جرام، كيلو 100 كده. انت ماشيه خلاص مظبوط. فخلاص كده الدوره هتبقى ان شاء الله سليمه معانا ومظبوطه باذن الله بامرك يا رب. فاحنا كده الحمد لله كل اللي احنا التجربات اللي احنا عملناها في الاول والبرنامج اللي احنا عملناه في الاول بالنسبه لوزن الفرخه ماشي معانا مظبوط. احنا بقى كده ايه، يا اما نوزن على كنا المفروض نوزن على 30 ونشوف، او نوزن على 35 ان شاء الله كده. عشان طبعا انا مش معايا حد، ان انا بصور لوحدي، فالفرخ بيبقى حركته جامده قوي. فعايز حد ان انت ايه، حد يصور وحد يمسك الفرخ. فان شاء الله في اقرب فرصه ان شاء الله هوزن لكم وهتشوفوا الاوزان. بس التربيه عامه يا جماعه والله فيها خير. حتى انت لو اكلتي الفرخ علف صافي، هتاكلي الفرخ من 3 كيلو ل 3 ونص. الكيلو عامل دلوقتي 23، يعني مش هيكملوا 100 جنيه ومع بس الفرخ دلوقتي غالي. يعني الواحد حرام ان هو يجيبه غالي كده. انا استحرم ان انا اجيبه بالغلو ده، لان برضو الفراخ ممكن لو جبتيها مات منك واحد ولا مات منك اتنين بيأثروا برضو على ايه، على الفراخ. بس برضو يعني ربنا ييسرها ان شاء الله ويهدى شويه. عشان طبعا ايه، بس برضو والله حتى لو غالي والناس اللي واخدت على تربيه البيت وعلى الطعم الحلو بتاع التربيه البيتي، مش هيفرق معانا لو جبناه حتى ب50 جنيه ولا ب40 جنيه. هنأكله مثلا 3 كيلو، يعني يوم ما هيعمل 3 كيلو عاملين كيلو ب23، يعني يعملوا 69. ومع البدايل وتمنهم يعني الفرخة مش هتعمل 200 مش هتعمل 130 140، يعني عملت 150. هتبقي برضو ايه، عم جايبه 2 كيلو ونص. لو جبتيها من بره الفراخ دلوقتي غليت برضو. بس لو مضطريه يعني هتجيبي، بس لو مش مضطريه خلاص تستني شويه. عشان يعني السحب لما بيبقى عالي بيخلي الفراخ تغلى اكتر. الناس كل ما بتسحب بيبقى بتغلى. بس فاحنا طبعا ربنا يرحمنا ويرحم يعني قوتنا ويرحم كل بني ادم يعني في الغلا ده، ويقدر ان هو كل واحد يجيب الفراخ ديت. يعني لو هيجيب 5 هيجيب 10 احتياجات بيته. لان طبعا احنا اتعودنا على ان احنا نربي الفرخه. طبعا انا بربيها باخدها من 2.5 ل 3 الا ربع. واوقات لما بعدها بقى يعني بعد ال40 يوم ممكن نخليها 45 يوم ولا كده. لكن لما بذبحها على 35 يوم بتبقى 2 كيلو ونص 3 الا ربع. بتعدي بقى بتبقى ممكن 3 كيلو ونص كده. بس ببقى اقعدها بقى ما اكونش يعني محتاجاها، لان انا طبعا بذبح بالطلب. وطبعا الواحد مش هياكل فراخ بس، فبيبقى عندك بقى حاجه تانية او هتجيبي حاجه تانية، فانت مش بتاكلي فراخ بس. فممكن تقعديها يعني عشان بدل ما تحطيها في التلاجة تقعد. ولو اكلتيها بدايل بقى برضو زي ما احنا بناكل كده مش هتصرف برضو عليكي قوي. يعني لو هتجيبي علف على عيش، العيش طبعا الكيلو عامل 8 جنيه مع البطاطا اللي موجوده بتحطي النص والنص. فان شاء الله مش هتخسي معاكي. مع برضو حبه الفول، يعني لو حتى هتجيبي لهم ب5 جنيه فول اللي هو المدمس ده، هتحطي منه مثلا هتحطي الكيس على يومين، هيعمل معاكي برضو نتيجه برضو في تحويل الفرخ. عشان طبعا الفرخ ما يخسش معاكي مع حبه العلف. عشان طبعا ايه، انا بفضل ان حتى الحاجه اللي في التلاجة ما بتبقاش زي الحاجه اللي انت الطازه اللي انت بتاخديها. فانا ما بحاولش ان انا اذبح واركن في التلاجة. انا ممكن اسيبهم لغايه ما اخد الوزن اللي انا عايزاه. طبعا بس ما بذبحش على 30 يوم 35 يوم. بعد ال 35 يوم بذبح. ممكن بقى في بقى بخليه ممكن بقعد معايا ايه، لان انا بذبح ممكن مثلا جبت 20 بذبح 5 5. ممكن اذبح 5 اذبح بعدهم 5 ايام 5.
حتى لو بدأت من 35 يوم عبال ما تذبحي بقى اول 5، وبعد كده ترجعي 5 يكون بقى 40، قبل ما تذبحي كده تاني 5 يبقى 45، فهكذا. فبناخد طبعا الكبير وبنسيب الصغير عشان ايه يشيل معانا، لان طبعا الفراخ كلها بتبقى زي بعضها، في برابر وفي ديوك، فالديك بيحمل عن البربره. فانا طبعا بسيبهم، او في حاجه بتبقى ضعيفه يعني مش جايبه اوزان في يعني مش كله بيديك الوزن اللي انت عايزاه. يعني ممكن يديكي، ممكن تلاقي 2.5، وممكن تلاقي 2.5، وممكن تلاقي كيلو 2 كيلو، ممكن تلاقي كيلو ونص. يعني في هنا اهو اللي واقفه دي هناك دي اهي، دي اهي هنقرب لكم اهي، دي صغننه بالنسبه للي جنبها. فطبعا ايه احنا بنسيبها لما تملى شويه، فمش هنذبحها دي على 35 يوم ولا 40 يوم، لا بنسيبها لما تجيب لنا الوزن اللي احنا عايزينه. واحنا طبعا مع البدايل طبعا مش هتبقى مكلفه قوي. حتى لو جبتي كيلو العلف ب 23 وجبتي عليه كيلو عيش ب 8، وجبتي عليه كيلو بطاطا ب2.5، يعني قولي هتعملي حسبة يعني مش هيكمل ال2 كيلو اللي انت جبتيهم بتوع العيش والبطاطا ب10 جنيه يعني. فهيشيل معاكي شوية مع العلف، وفي نفس الوقت هيديك الوزن ان شاء الله يعني. فالناس اللي هي بتبقى خايفة ان الفراخ البيضة تتربى على العلف بس، لا والله العظيم دي مقولة خاطئة. والناس اللي ما تجربش، انا عندي كانت جايبه البط المسكوفي ده بيقول لك لا لازم بياكل علف صافي ومش عارفه ايه، وما بيبقاش على العلف صافي. والله العظيم ابدا. لان انا بيقولوا البطه بتاكل 11 كيلو و12 كيلو 15 كيلو. طب الواحد هيجيب يعني يروح يجيبها جاهزه بقى احسن، وكمان مش هيبقى فيها بقى الطعم اللي احنا عايزينه. فانا طبعا بحاول ان انا اجيب لهم البدايل. وربيت بقى طبعا على البطاطس والبطاطا الموجود في السوق الرخيص، انا بجيبه واربي بيه. فالحاجه بتبقى عندي بسم الله ما شاء الله. مع بقى انت عندك بقى رز بقى مكرونه، دي تحفه مع العيش. العيش برضو اساسي يعني، ما تستغنيش عن العيش والحاجات ديت برضو بتدي سمونيه يعني، وبتدي لحم. العيش بيدي لحمه للبط جميله جدا، وانا بدي العيش برضو للفراخ بتدي لحمه جميله جدا. وطبعا العيش رخيص شويه عن العلف. وكمان العيش ميزته ان هو حاجه طبيعيه مش حاجه مصنعه، لان العلف حاجه مصنعه. والفرخ لما بياكل العلف بيشرب ميه كتير. يعني انا لما بحط البدايل بلاقي الفرخ ما بياكلش علف، ما بيشربش ميه كتير. لما بياكل العلف بيشرب ميه كتير، لكن البدايل ما بيشربش ميه كتير. فكده الفرخ هيبقى محمل لحم. لكن مع العلف بتحس الفرخ لما بياكل علف بيشرب ميه كتير، فكده بحس الفرخ لما بتيجي تذبحيه بيبقى مليان ميه اكتر من مليان لحم. بس فانا حبيت ان انا طبعا الدوره دي احنا ماشيين يوم بيومه. بس ما تنسوناش اللايك والاشتراك وكومنت حلو، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد، عشان طبعا ايه نحس ان احنا ايه بنعمل حاجه غير ان بنستفاد منها. اقول لكم اشوفكم على خير، واتمنى لكم السعاده والخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.